السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي واخواتي ومتابعيني اطيب ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة واحسن حال. اذكروا الله لا اله الا الله وصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي، عليها افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، امين يا رب العالمين. بشكركم على كل الكومنتات الحلوة، ربنا يسعدكم يا رب ويجزيكم خير ويخليكم دايما كده زي ما بتجبروا بخاطر ربنا يجبر بخاطركم جميعا، امين يا رب العالمين. تعالوا كده نشوف فيديونا البسيط النهارده، كده روتين بسيط كده وخفيف. وشفتوا الكتاكيت الصغيرين دول قاعدين يعملوا ايه؟ قاعدين بقى ايه، انا طبعا عشان ارتاح من دوشتهم بيجيبوا الكراسي دي وبيقعدوا يلونوا فيها، الرسومات اللي فيها بيقعدوا يلونوا فيها. طبعا المدارس خلاص، عندنا المدارس يوم الاحد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. آه، يعني هتبتدي المدرسه من يوم الاحد ان شاء الله. طبعا عندي هنا بودي رنا الحضانه. مكة بقى بتحب بقى تعيط على رنا، عايزة تروح معاها الحضانة. وديتها يومين مع رنا، وبعدين راحت هتروح تاني يا مكة، جت مش هروح تاني. راحت يومين من غيرهم، ما رضتش تروح تاني. تيجي رنا الصبح تعيط عليها عشان تروح معايا. قلت لها روحي روحي، وانا راحت هناك المست بتاعتهم قالت تجيبيها كل يوم، يا تقعدها خالص. ودينا يومين راح جت مش هروح تاني. فطبعا حطيت لهم الكراسي كده وقعدوا ايه يرسموا فيها ويلونوا فيها كده عند الصالة. وقلنا نعمل معاكم كده روتين بسيط يا حبايبي. جبنا بقى ايه شوية ليمون وقلنا نخللهم. دول كيلو وربع ليمون يا حبايبي، يعني على حسب ما انت هتعملي. على حسب ما انت بقى عايزه تعملي تخلي الليمون خللي. احنا بعملهم قليلين كده وبناكلهم، وبعد كده ايه لما بحب اعمل تاني بعمل. جبت كيلو وربع بس ليمون. طبعا الليمون بسم الله ما شاء الله في الاسعار حلو يعني رخيص كده. الكيلو وربع بس ب10 جنيه. جبت كيلو وربع كده، وطريقتي انا سهله وبسيطه في التخليل الليمون يعني. والله العظيم بيطلع زي الفل، وتبقى يعني انا مش بكلف صراحه في اي حاجه، بس والله العظيم الحاجه سبحان الله بعملها ببركه ربنا، الحمد لله بتطلع حلوه زي العسل. هنا يا حبايبي حطيت بقى ايه شويه ميه على عين البوتاجاز يسخنوا. يسخنوا. وقلت بقى ايه غسلت الليمون شطفته مره واتنين كده، الميه كانت قاطعه والله، الميه مطفشان اليوم كله. لولا بخزن ميه كده اليوم كله واعمل منها شغل البيت. الحمد لله على كل حال يا حبايبي. طبعا ايه رحت بقى حطيت شويه ميه، وقلت بقى كانوا خلاص هيغلوا، ورحت رميت الليمون فيه. شطفت الليمون كده ونضفته وخليته زي الفل ورميته في الميه. بياخد غلوتين بس 3 كده يا حبايبي في الميه، وتبص نلاقي الليمون اتفتح. بنرمي طبعا ايه على الليمون عشان يحوش المراره اللي في الليمون. برمي معلقه سكر على كوبايه خل، بس كده هي دول بيشيلوا المراره اللي في الليمون. بياخدوا غلوتين 3 كده وبعدين بنفضي الميه دي. طبعا ال المرار بتاع الليمون بيطلع في الميه دي. يغلي بس غلوتين 3 كده بس، اهم حاجه ما نسيبوش يتحرق كده على النار. بعملهم قليلين كده وبناكلهم كده جنب الاكل، حلوين زي العسل. اهو يا حبيبي شايفين غلوا معايا مره واتنين، خلاص هسيبهم حاجه بسيطه كمان وايه. ابتدى بقى ايه يتفتح الليمون كده من الجانب، يعني ايه كله اتفتح. طريقتي سهلة وبسيطة ومش بكلف فيها. أنا عارفة ناس كتير بتجيب لها حاجات يعني عصفر، واللي بيجيب له وبصل بتاع ده جزر بيبشروه يحطوه، لكن أنا والله طريقتي سهلة وبسيطة. والله بتبقى زي الفل، والحاجة بتبقى طعمة والله العظيم، وربنا بيبارك في الحاجة. بعمل الحاجات وناس كتير تقول لي الأكل قليل، لا والله العظيم ربنا بيبارك في الحاجة. وبناكل منها مرة واتنين والله العظيم. والله إن في مرة كنت جايبة آه، كيلو لحمة، وكانت والله اختي ومرات اخويا وكان يعني ضيوف عندنا والله. ما صدقتش ان انا كيلو اللحمة ده اللي وزعت منه عليهم يعني، وعلى ولادي وانا وجوزي وكده. والله العظيم ما كنتش مصدقة ان ده كيلو اللحمة. قالت انت سبحان الله الحاجة في ايدك لها بركة، اقسم بالله زي ما بقول لكم. والحمد لله والشكر لله يا حبيبي. عارفين لو الواحد والله كلها بملح كده بس يبقى فيه صحته. الحمد لله على كل حال. هنا كده يا حبايبي بقى ايه رحت بقى صفيت الميه بقى اللي كلها مرار دي طلعت المرارة فيها تحت الليمون. كان الليمون سخن، نزلت كله بقى ايه في البرطمان. ده برطمان كان عندي بتاع عسل اسود. غسلته ونضفته وشلته وخليته كده لتخليل شويه ليمون، تخليل شويه خيار، اي حاجه يعني. يعني نفع مش بيخسر. ومنضفاها ومخليها في الماء. جبت بقى شويه ميه نظيفه، طبعا ما بنحطش من الميه اللي هي تحت الليمون لانها مرة ما بنحطش منها.
المية دي ممكن على فكرة تنضفي بيها الحمام، تنضفي بيها أي حاجة، لأنها خل وليمون. حطيت بقى، جبت شوية مية نظيفة وحطيت فيهم شطة، وحطيت فيهم كوباية خل، وحطيت فيهم ايه كمان، وحطيت فيهم ملح على حسب، آه على حسب هتحطي الملح على حسب ما تاكلي بقى الليمون. بجيت ادوج المية بتاعت الليمون، لقيتها لسه عايزة شوية كمان. يعني انا مش بحط ملح كتير ولا حاجة، انا طبعا ايه بدوج الحاجة وانا بعملها. ظبطت كده طعم الخلطة دي بتاعت الليمون. وكان عندي قرون فلفل شطة خضرة كده كنت جايباها برضه، ايه قلت بحبها كده، حتى لما بنجيبها مع بنجيب الشطة الخضرا مع الطعمية كده والتحويجة الصبح، بحب اكلها كده جنب الطعمية. هنا يا حبايبي ظبطت الخلطة بتاعتنا، وقلت بقى ايه هنزل بيها كده ايه على الليمون اهو. يومين 3 وهناكل من الليمون، مفيش يومين وهناكل من الليمون. قرن الفلفل كان ربع كيلو فلفل عندي، غسلته كده وحطيته برضو ايه مع الليمون. وعملت ايه برطمان كده، ولادي بيحبوا الليمون بالذات كده، يعني من دول المخللات كده، احنا بنحب الليمون فقط لا غير. بنحط يتحط جنب اي اكل، طبيخ، اكل شعبي، اي حاجه يعني. انزل بقى عليهم يا حبايبي بالميه دي، الخلطه الحلوه اللي عملتها دي، عملت بس مقدار العلبه. اتمنى يا حبايبي الفيديوهات البسيطه دي يعجبكم، واتمنى تحطوا لي لايك من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم، وكومنت حلو الفيديو، وتسمعوا لنا الاعلانات طبعا ايه للاخر، علشان طبعا تعرفين الايام الجايه، حتى يمكن يا ربنا يرزقنا ونقدر نجهز بنتنا ونجيب لها. انتوا عارفين البنات في مصر بتجيب جهاز كتير. هو لسه طبعا يعني فاضل سنتين، ويمكن بعد سنتين كمان نخليها كمان شويه، يعني بعد ما نخلص مدرسيه طبعا. رايحة تانية ثانوي، يعني ناس كتيرة سألتني في التعليقات عندها كام سنة، والله شهر من الصغيرة يا جماعة. رايحة تانية ثانوي تجاري، رايحة تانية ثانوي تجاري، يعني هتبقى واخدة دبلوم زي بعد كده، زي ما أنا واخدة دبلوم هي هتاخد ايه دبلوم. هنا يا حبايبي حطيت الجرون الفلفل، وحطيت عليهم حبة زيت. الزيت ده بيخليه كده مجرمش وجميل. بصراحة ربنا يعين اللي معاه بنات، يعني ربنا يقويه اللي معاه بنات، وانا ربنا رزقني ب3 بنات ايه زي العسلة، وان شاء الله كل عيل بيجيب رزقه، الحمد لله على كل حال. فاسمعوا لنا الاعلانات كده يا حبايبي، عشان نقدر ان شاء الله الايام الجاية كده نجيب لها حتى شوية رفايح كده، نجيب لها كده. انتوا عارفين البنات بتجيب جهاز كتير، والله من ساعة اللي جبتهم لنا دول اللي انتوا شفتوهم ونزلتهم على القناة، ما جبتش والله. في ناس كتير يعني، والله العظيم في جنبنا تصوروا ان هما بيجهزوا البنت من عمر رنا، شفتوا رنا كده، وانا بقيت اضحك عليهم، اتاري هما صح من عمر رنا كده. يعني بصوا، اغلب الناس هنا مش بتفكر ان هي مثلا تنظف المكان اللي هما قاعدين فيه. ايوه هما محارين البيوت من جوه، بس مش محارين حيطان الشارع خالص. فاكرين لما صورت لكم الشارع وكده، هو حوالين البيوت اللي حواليه دي يعني محارين جوه، بس محارين الاوض جوه، لكن بره لا. بس غالبين في بيوت نظيفه كده، يعني مظبطينها كده ومنظفين. في جنبنا هنا كده بيفكروا اهم حاجه ما ينظفوش اوضه مثلا ولادهم، يعني يفكروا اهم حاجه ان هم يجهزوا ولادهم، يعني من عمر رنا كده. وجنبنا جيراننا بتجهز بنتها. بس بصراحه والله العظيم يعني هم معاهم حق، يعني مش لان البنات في مصر مكلفه يعني في شيء. اهو ربنا يعيننا كده وينجوينا كده، ونجيب لها ان شاء الله جهاز كده ونسترها زي البنات. هنا يا حبايبي رحت بقى ايه جبت بطاطا. مين في القناة بيحب البطاطا؟ ويا ترى هي اسمها عندكم كده بطاطا زي عندنا؟ جبت بقى بطاطا كده، ولقيت فيها كبير يتشوي، لقيت فيها ايه صغير يتسلق. طبعا انا بحبها مسلوقة على فكرة، مش بحبها مشوية، بس في ولادي بيحبوها مشوية، فقلت بقى اشوي لهم، اسلق الصغيرين واشوي الكبار على الفرن البوتاجاز. والله بصراحة البوتاجاز ده يعني نعمة كده. بصوا، ريحني من كل حاجة، بطبخ عليه بسرعة، والفرن وكل حاجة، نعوزت أي حاجة كده مش بغلب زي الأول. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله يا رب. هنا كده يا حبايبي ابتديت بقى ارصهم كده، انا بعمله زي ما انتوا شفتهم قبل كده في حلة صغيرة كده، وبلفهم بورق. ورق ابيض كده، لو في ورق ابيض بتاع كراسة الرسم ده ينفع يعني. بس والله انا لقيت كام ورقة كده وغطيتهم بورقة كده كان فيها كتابة، بس ايه يعني ما عملتش يعني على البطاطا ولا حاجة، حشتها بسرعة يعني. هو بيستوي بسرعة، يعني كوباية الشاي دي بس اللي هي بتحط لها معلقة سكر بتظبط البطاطا وتخليها طعمها جميل. نجيت هنا الصغير، والكبير ده بقى ايه خليته بقى ايه اشويه في الفرن.
عايزاكم كده ما تنسوش اخويا بدعوة حلوة في الكومنتات كده. ربنا يا رب يجازيكم خير ويكفيكم شر المرض يا رب، ويحفظ لكم اولادكم وبناتكم وكل حبايبكم، وما تشوفوش شر فيهم ولا وحش ابدا يا رب. ويشفى اخويا احمد يا رب وينجيه من اللي هو فيه، امين يا رب العالمين. وظننا بالله خير ان ربنا يشفيه ويعافيه. اتمنى تكتبوا لي كمان اللي بيتابعوني كده حبايبي واخواتي، يكتبوا لي من اي دولة بيتابعوني، وليا الشرف طبعا ان انتم تتابعوني. والله ليا الشرف يا اجمل واطيب ناس في الدنيا. ليا الشرف كده ان انتم تتابعوني كده، وافرح لكومنتاتكم الحلوه دي. يعني ولا بيهمني مشاهدات ولا اي حاجه، زي اهم حاجه عندي الكومنتات. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا يا رب، ويسعدكم كده دنيا واخره، واجعل الفرح والسعد قدامكم وتحت رجليكم، امين يا رب العالمين. وكل اللي بيدعي لي دعوه كده وله بالمثل، امين يا رب العالمين. وهنا يا حبايبي كانت البطاطا بتاعتنا خلاص. ولحت عليها بقى البطاطا الصغيره دي، هي بتستوي بسرعه ما بتاخدش ايه وقت يعني. هديت عليها النار خالص. هي كوبايه الميه دي بس اللي فيها معلقه سكر، والله العظيم طلعت زي العسل. وانا بحبها البطاطا كده اعملها بالطريقه دي. مش بحب المشويه بصراحه يعني. هنا طبعا ولحت بقى الفرن. وقلت بقى ايه اشوي البطاطات دول. محمد وسيف بيحبوا البطاطا المشويه، قلت اشوي الكبار دول لمحمد وسيف، والبطاطا التانية دي نسلكها لينا احنا. ولعت الفرن كده والله العظيم تاني. البوتاجاز ده عسل يعني. بصوا، رحمني من كل شيء. انا كنت بعمل كل حاجه عند جارتي والله في الفرن. حتى لو كان نفسي ولادي راحت للكيكه ولا اي حاجه، كنت اقول لها والنبي اعملي لي طيبي لي صينيه الكيكه ده عندك في البوتاجاز. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والله العظيم فرحان ان الواحد يعني الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وعطانا الحمد لله. لازم نحمد ربنا الف حمد. ربنا عطينا نعم كتيره واحنا مش حاسين بيها يعني. اول حاجه بس والله العظيم نعمه الصحه دي. الصحه دي اكبر نعمه ربنا عطاها لنا، لازم تحمدوا ربنا عليها. ولازم تدعوا ودايما ادعوا ليكم بالصحه والستر وراحه البال، بس دول اهم شيء في الدنيا. والله العظيم دول اهم شيء في الدنيا. راكوا في البطاطا الحلوة دي، اقسم بالله مكة ورانا بقى كانوا فرحانين بالبطاطا الحلوة دي. بصوا كانت سخنة، كانت محلية سكر. معلقة السكر خليتها طعمها جميل، وبين هي البطاطا نفسها كانت ايه يعني كانت محلية. ايه رأيكم يا حبايبي شوية البطاطا الحلوين دول اهم. والله العظيم كانت معسلة وطعمها جميل. بصوا كانت طعمها محلي يعني. بصوا ولا الحلة بيبقى فيها اي حاجة، بحش الورق ده وبنضف الحلة على طول. اهو يا حبايبي كانوا ولادي فرحانين بيهم والله. اهو. ودي البطاطا المشويه يا حبايبي اهو شايفينها. أنا شويتها في الفرن كده وطلعتها برضو ايه لرنا، كانت طالعه ايه تاكل هي واخواتها. ايه رايكم فيهم؟ يلا اشوفكم على خير ومع الف سلامه يا حبيبي، مع الف سلامه.